عاشت أسوأ شعور بين زميلاتها، حتى البيت ما لقتش فيه الحضن الحنين اللي يعوضها، لدرجة إن أبوها ربالها عقدة ضاقت الحب مرة واحدة. بس تجربتها كانت صعبة، واكتشفت إصابتها بتعب عمل لها صدمة ووقف مشروع جوازها. تعالوا نتعرف أكتر على ماسة الجمال. اتولدت ماسة الجمال في يناير 1998 في دمشق. ظهرت على الشاشة لأول مرة كممثلة وهي عندها 6 سنين في مسلسل ليالي الصالحية، إلا إن شهرتها وانطلاقتها الحقيقية كانت بعد مشاركتها في مسلسل باب الحارة بأجزائه ال7 بشخصية الطفلة هدية. الجمهور تابعها من صغرها وكبرت قدامه على الشاشة، وعشان كده اتعلق بيها. ده غير مشاركتها في أعمال درامية ناجحة زي بنات العيلة والولادة من الخاصرة وبقعة ضوء وغيرهم. شهرة ماسة ما قربتهاش من زميلاتها في المدرسة، فكان عندهم فكر خاطئ بإنها طالما مشهورة وناجحة يبقى شايفة نفسها، على طول رافضين يقربوا منها ويلعبوا معاها. والمشكلة دي خلت ماسة تغير مدرستها كل سنة في محاولة للتغلب على شعورها بالوحدة وإحساسها الدايم بالرفض من زميلاتها. الأزمة إن الحنان اللي كانت بتدور عليه ماسة في صغرها ما كانتش بتلاقيه حتى في البيت. أبوها وأمها على طول في خلافات لحد ما قرروا الانفصال وهي عندها 14 سنة. عاشت هي وإخواتها مع والدتهم، وفجأة اتحرمت من والدها اللي كانت متعلقة بيه جدا، وده اللي ربالها عقدة من التعلق بالأشخاص لخوفها من افتقادهم المفاجئ. الأجواء المشحونة اللي كبرت فيها ماسة أثرت على شخصيتها وخلتها عصبية وبتتكلم بانفعالية شديدة، لدرجة إنها اتشخصت بتعب تسرع القلب، والدكتور كتب لها دواء تعيش عليه مدى الحياة، لكنها رفضت تاخده وقررت تشتغل على نفسها وتحاول تهدى. بس الصدمة الأكبر لما اكتشفت إصابتها بتعب السكر لما كان عندها 20 سنة. وقتها كانت مخطوبة للشخص الوحيد اللي حبته في حياتها، لكنه خذلها ورفض يكمل معاها. ماسة دخلت في قصة حب مع الشخص ده على مدار 8 سنين، عاش معاها جميع مراحل تعبها من بداية الأعراض لحد التشخيص. اتظاهر الأول بالوقوف جنبها لحد ما في يوم فاجئها وقال لها ما ينفعش نكمل، انتي واحدة تعبانة بالسكر وممكن ولادك يورثوا التعب ده. الغريب ان الفنانة السورية أكدت ان الشخص ده شافت منه مواقف جارحة كتير، وقالت انه لما كان بيغضب ما كانش بيشوف قدامه، لدرجة انه في مرة شالها وحدفها على الأرض بشكل همجي. بس حبها ليه كان عميها لحد ما هو اللي قرر ينسحب من حياتها. أكبر خطر بيهدد حياة ماسة هو إن السكر بينزل خلال نومها، لأن وقتها ممكن تدخل في غيبوبة، وده اللي تعرضت له مرتين، وللأسف كانت لوحدها في البيت. بس مامتها وصلت في الوقت الضايع وأنقذتها. جمال ماسة طبيعي 100%، فملامحها البريئة والصافية كانت واحدة من أهم عوامل نجاحها على الشاشة. وفي الوقت اللي تعرضت لواقعة كسر مناخيرها أصرت على تعديلها بدون تدخل تجميلي يغير شكلها. كمان بترفض تخضع للبوتوكس، لأن في رأيها إن الممثلة لازم تحافظ على طبيعة تعبيرات وشها عشان توصل حقيقية وغير متصنعة للمشاهدين. تعلق ماسة بالحيوانات غير عادي، لكن قصتها مع درويش استثنائية بكل المقاييس. درويش كلب ربته الفنانة السورية مع أخوه أوريو من صغرهم. اكتشفت إن عنده إعاقات وبيتعب كتير، وعشان كده اهتمامها بيه كان زايد، واتعلقت بيه بشكل غريب. وفي فترة اضطرت تسافر فسابتهم عند جمعية لرعاية الحيوانات، لكنها لما رجعت وخدتهم اكتشفت إنهم منعوهم من الخلفة بإجراء طبي من غير ما يرجعوا لها، وده اللي صدمها لدرجة إن بقها تعوج وفقدت القدرة على الكلام. المشكلة إنها بعد فترة كانت بتنقل من بيت لبيت، واضطرت تحط الكلاب عند شخص يهتم بيهم. ولما استقرت وحبت ترجع لهم فضل يتهرب منها على مدار شهرين، لحد ما صارحها بإن أوريو هرب ودرويش فارق الحياة. وهنا انهارت ماسة، رغم إن كل الدكاترة كانوا مأكدين لها إن درويش مش هيعيش كتير. والأدهى إن بعد فترة ناس كتير سبق وشافوا درويش عندها أكدوا إنهم شافوه في محافظة تانية، فتشتتت وعاشت أزمة نفسية قوية جدا، ولحد الآن عندها أمل تلاقيه.